جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتي الفجر يعني النافلة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. أيهما أعظم، النفل أو الفريضة؟ نافلة الفجر أو فريضة الفجر؟ قال الله في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا كانت نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها، إذن كيف فريضة الفجر؟ كيف الشأن في فريضة الفجر؟ وهنا تدرك الحرمان العظيم الذي يبوء به من ينام عن صلاة الفجر. خسر الدنيا كلها، بل خسر ما هو خير من الدنيا كلها. الآن لو عرض للإنسان متاع من متاع الدنيا الزائل ودعي إليه مبكرا في وقت مبكر لبادر إليه وسارع حتى لا يفوت عليه قليل من الدنيا. فالذي تفوته نافلة الفجر فاته في يومه شيء هو خير من الدنيا وما فيها. وإذا فاتته الفريضة فريضة الفجر فأي شيء فاته إذا كانت النافلة خير من الدنيا وما فيها. فانظر الخسران العظيم الذي يبوء به من تفوته نافلة الفجر وتفوته فريضة الفجر. وسبحان الله من يكرمه الله بأن يمسك أول اليوم. بعض السلف قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. إذا وفق العبد أنه يمسك اليوم من أوله، كيف يمسك اليوم من أوله؟ يمسك اليوم من أوله بالنافلة، نافلة الفجر وفريضة الفجر. إذا أمسك اليوم من أوله حفظ وكفي في يومه كله. جاء في حديث عجيب سبحان الله في الترمذي، وهو حديث ثابت، حديث قدسي، يقول الله عز وجل ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قال ابن تيمية رحمه الله هما عندي نافلة الفجر وفريضتها، أو فريضة الفجر وسنتها. اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. فالذي يوفقه الله عز وجل لحفظ هذه الصلاة النافلة والفريضة كفي في يومه كله. وجاء في الحديث الآخر فهو في ذمة الله، أي حفظه ورعايته. فمن يضيع هذه الصلاة خسر خسرانا عظيما. وفي الحديث الآخر الذي أورده قالت رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.